عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة جاي لكم بحاجة حلوة قوي قوي قوي. جايين نعمل لكم كيكة، مش أي كيكة، كيكة بالشوكولاتة. يا ريت بقى تغرقونا لايكات، واحنا زعلانين منكم عشان انتوا ما بتعملولناش لايكات وما بتشتركوش في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي ام هنا ودي قناتي. اتمنى تشتركي معايا في القناة عشان القناة تكبر بيكم يا احلى عيلة في الدنيا. وتحطي لي اللايك الجميل بتاعك، اهم حاجة تحطي لي اللايك الجميل بتاعك عشان الفيديو يترفع ويتشاف. اتمنى منكم فضلا وليس امر. بحبكم في الله. بصوا صلوا على النبي. هنبدأ بإيه؟ قولوا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هنبدأ بإيه؟ أنا كان عندي علبة الكيكة دي. كنت جايباها من طلبات اللي هو قبل العيد. كنت جايباها من العطار، كنت لاقي عليها عرض وكده فايه، فرحت جايباها. بس انا ان شاء الله هعمل لكم الكيكه دي بلدي على ايديا، يعني هقول لكم برضو مقاديرها ايه. بس المتوفر عندنا دلوقتي احنا عملناه. والبنات اللي لسه متجوزين، البنات الصغيرين اللي عايزين يعملوا كيكه بالشوكولاته زي كده تورتايه يعني، هيجيبوا العلبه دي اسمها دريم. بصوا صلوا على النبي. احنا حطينا ايه في الخلاط؟ علبه الكيكه دي مقاديرها ايه؟ مقاديرها 4 بيضات في الخلاط، وكيس فانيليا، ونص كوبايه لبن، ونص كوبايه سمنه. هنضربهم كويس. في بدايل للسمنه، في بدايل للسمنه. هنحط ايه بدايل للسمنه؟ نص كوبايه زيت. مش عايزه نص كوبايه زيت بس، طب ربع كوبايه زيت وربع كوبايه سمنه. هنتصرف وهنحط ان شاء الله، مش هتقف على حاجه يعني. هتمشي بزيت، هتمشي بسمنه، هتمشي بسمنه وبزيت، هتمشي بالاتنين، مش هنقف على حاجه. سموا الله وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بصوا بصراحه انا لو ما كنتش جايبه الطلبات، كنت جايبه لي علبه الكيكه دي في الطلبات، انا ما كنتش جبتها بصراحه. مش بقول لكم الصراحه ما كنتش جبتها، لكن انا كانت عندي في المطبخ وانا كنت جايباها من طلبات قبل العيد. قلت لا خلاص طالما جبت يعني انا عندي هعملها، بدل بقى ما اروح اشتري دقيق وكاكاو والكلام ده. لا انا خلاص هعمل. بس ان شاء الله المره الجايه هعملها لكم بقى ايه، بلدي على ايدي بالدقيق وبالكاكاو، وهتشوفوها معايا خطوه بخطوه. بس والله العظيم علبه الكيكه دي طلعت معايا زي العسل، وخفيفه وهشه كده من جوه. انا ضربت المقادير في الخلاط كويس. اهم حاجه تضربيها في الخلاط كويس، خلاط، مضرب، اللي انت عايزاه اعملي. اي حاجه متوفره عندك اعمليها، مش هتقف على حاجه. بصوا بنتي كانت ايه، كانت واقفه طبعا بتساعدني. حطيت لها معلقه يعني شعرايه بس كده سمنه في الصينيه اللي قدامكم دي، وهي بتدهنها بالفرشه. اهم حاجه تدهنيها بالفرشه، اهم حاجه تحطي سمنه. برضو عندك سمنه عندك زيت اللي انت عايزاه تحطي. بس انا بصراحه ما بحبش ابطنها بدقيق، مش عارفه ليه. بصوا انا ضربت طبعا المقادير اللي في الخلاط كويس، دلقتها على الكيس بتاع العلبه اللي انا فضيته في الطبق، وقلت ايه، وقلت اقلب شويه بشويه. بصوا لونها هتغمقي معايا ازاي، بس تقلبي كويس عشان الحروف بيبقى فيها ايه، بيبقى فيها دقيق مثلا مركون. لا قلبي كويس. هي كل مقاديرنا محطوطه. السمنه مقاديرنا برضو هقولها من الاول: نص كوبايه سمنه، نص كوبايه لبن، كيس فانيليا، بسم الله الرحمن الرحيم، النص كوبايه لبن، كيس فانيليا، واربع بيضات. تمام. بصوا انا قلبت هنا كويس ازاي، قلبيها كويس قوي. بصوا السمك بتاع الكيك عامل ازاي. اهم حاجه لا يبقى تقيل ولا يبقى خفيف، يبقى زي ما انتوا شايفينه كده. يمشي على المقادير كويس، هتطلع معاكي كيكه زي العسل. هتشوفيها وهتعجبكم ان شاء الله. بصوا بنتي بطنت لي الصينيه بالسمنه. طبعا بنتي هنا مساعده معايا، يعني انا بصراحه بحب اشاركها معايا في المطبخ، يعني هي بتبقى عايزه تعمل اكل، بس انا ما برضاش اوقفها معايا لوحديها في المطبخ. بحب اوقفها معايا عشان خاطر تتعلم. انا بحب اعلمها حاجه عشان تعمل وكده، بس هي طبعا صغيره ما اقدرش اسيبها لوحديها. بس هي بقى ايه، عارفين حته المغامره دي اللي هي عايزه تدخل وتقف معايا وتعمل ايديها بايدي. انا بشاركها وبقول لها تعالي اقفي معايا وكده. هي بتتكسف تصور قوي على فكره، بتتكسف تطلع في الكاميرا. ده هي النهارده بس ايه، اتشجعت كده وقالت قالت لي يا ماما هقول لهم المقدمه. قلت لها طيب تمام ماشي. شجعوها بقى باللايك الجميل بتاعكم وقول لها تسلم ايدك ايه يا هنا. بصوا خلاص انا نضفت. قلت ايه، احط المقادير كويس قوي في الصينيه. يعني طبعا احنا مش في الصينيه اللي في الطبق، طبعا احنا مش هنسيب حاجه في الطبق يعني، اكيد ده كيكه يعني. بس خلاص خلصنا كده.
اقوم ايه ههز الصينيه كويس وبصوا يعني هضربها كذا مره على المطبخ كده، واحطها في الفرن. بص بقى هنشغل فوق وتحت على 180. تمام، هي مش هتاخد معانا اصلا ربع ساعه. بصوا انا هنا بقى كنت جايبه ايه، كنت جايبه قطع الشوكولاته دي من العطار، فقلت ايه هعملها شوكولاته سايحه كده بدل ما اشتري كاكاو كده. لا انا كنت مشتريه الشوكولاته دي خام بتاع الحلواني، خدت نصها للبشر وخدت نصها للايه، للصوص. سامحوني معلش. حطيتها على حمام ميه دافيه. ازاي بقى؟ جبت اللي هو السلطانيه اللي من تحت دي، وقلت ايه لبانه يعني، وقلت احط فيها ميه واسيبها على النار، والجزرونه دي من فوق. حطيت فيها بقى ايه، حطيت فيها كوبايه لبن، حطيت فيها معلقتين زيت، حطيت فيها مكعب الشوكولاته الكبير اللي انتوا شايفينه، سبتهم بقى على حمام ميه دافيه مع نفسيهم. تمام. وبرده ايدي فيه مش هسيبها، كل شويه هروح اقلبها لغايه اما تديني الايه القوام اللي انا عايزاه. عايزه تزودي لبن براحتك، عايزه تنقصي لبن براحتك، القوام اللي انت عايزاه حطيه. وده كان كيس كريم ايه، كيس كريم شانتيه. طبعا انا هعمل بيه الايه، الكيكه. كيس كريم شانتيه ده عليه ايه، عليه كيس فانيليا، وعليه ايه، عليه كوبايه لبن. بس بصوا بقى صلوا على النبي، كوبايه اللبن دي عملت معايا الايه، الكريمه خفيفه شويه، احنا بنحبها كده. لو انتوا ما بتحبوهاش كده حطوا عليها نص كوبايه لبن واضربوها، هتطلع معاكم القوام التقيل اللي هو بتبقى في اي تورته عند اي حلواني. بس احنا بنحبها خفيفه شويه، اللي بنحب الكيكه كده طريه من جوه. بس خلاص. واضربي بقى، اضربي كويس قوي قوي قوي. انا ما كانش بصراحه عندي لبن بلدي، انا كان عندي شويه كان كيس لبن بخير وكان فايض فيه شويه، رحت حاطه منه ايه، حاطه منه قيمه كوبايه كده، ورحت بس كوبايه يعني اللي هو المج الصغير برضو مش المج الكبير قوي، وخلاص. بس هو اصلا المفروض نص كوبايه مش كوبايه، على حسب قوام الكريم شانتيه ما انت عايزاه. بس احنا بنحب قوامه خفيف، لو انت بتحبي القوام اللي هو التقيل اللي بتاع التورتيه ده حطي نص كوبايه. برضو بديكم معلومه تستفادوا منها. واهم حاجه كيس الفانيليا عشان يطلع للكريم شانتيه ريحه. بس اضربوا كويس، طول ما انتوا بتضربوا ما تبصوا يعني ايه نطول شويه لا، انا عايزاكم تضربوا كتير كتير، قيمه ربع ساعه تلت ساعه كده كمان بالمضرب. ما ينفعش على ايدك وما ينفعش في الخلاط، ما ينفعش. اهم حاجه لازم يكون المضرب الكهربائي ده معانا. حطيه في المضرب الكهربائي وافضلي بقى ايه اضربي فيه كويس. عايزه عندك حله بتاعه المضرب الكهربائي ده اللي هي الحله الستانلس دي اللي بتبقى مع المضرب، حطيه فيها. بس انا بصراحه ايه، انا عندي الحله وعندي المضرب وكل حاجه، بس انا يعني ايه استعجلت في الطبق الستانلس ده، وقلت ايه، وقلت اضرب فيه كويس. اهم حاجه تضربي كويس، تضربي ايدك هتوجعك شويه بس مش مشكله يعني، ريحي بس ما تريحيش قوي يعني عشان خاطر الكريم شانتيه ما يهبطش مننا. مش هنبقى جادعين في كل حاجه وشاطرين وعملنا الكيكه وعملنا الشوكولاته وهنيجي بقى على الكريم شانتيه وهننام جنبيه، لا. بس هضرب بقى ايه، هضرب الكريم شانتيه كويس. لو انتي بقى بتتفرجي على لغايه دلوقتي، اتمنى تعملي اشتراك في القناه وتنوري قناتي وتقولي لي انا اشتركت في قناتك. اكتبي لي تعليق وتقولي لي انا اشتركت في قناتك. بس انا بقول لكم اكتبوا لي، اعملوا لي اللايك ازاي. خلاص انا كده طلعتها من الفرن. بصوا بقى الكيكه نختبرها ازاي ان هي كويسه وان هي ما لزقتش وان هي مستويه من جوه بشوكه. بصوا طلع كده واحده ازاي، اقسم بالله كانت زي العسل، لا لزقت في الصينيه ولا كانت جميله. المهم انا هنا حطيتها في الايه، في طبق كبير كده عندي. انتوا لو بتحبوها عاليه عن كده صغروا الصينيه شويه. تمام. بس خلاص. المهم ان احنا هنا ايه، هنا بتقسم لي الايه، هنا بتفرم لي الايه، بتبشر لي، معلش سامحوني، بتبشر لي الشوكولاته. هنا هنقسم الكيكه نصين، عايزه تقسميها على 3 اقسمي براحتك، اللي انت عايزاه اعمليه. برضو على فكره ينفع تتقسم على 3 لان هي سمكها عالي عن كده بس هي مش باينه في الكاميرا. هنقسمها على 2 بالسكينه دي، السكينه دي اللي هي بتاعت ايه، بتاعت قطع الكيكه وكده يعني، بتاعت الحلويات. اقسميها بس خلاص، اقسميها. واهم حاجه بس خلي بالك عشان ما تتفرولش منك. انا بصراحه ما صبرتش عليها، انا قسمتها وهي سخنه على طول. يعني انت المفروض تسيبيها ترتاح شويه، قيمه نص ساعه كده، ساعه الا ربع. انا ما صبرتش عليها، انا قطعتها على طول. بس ما تخافوش يعني، هي ما طلعتش معايا وحشه هتشوفوها، لا بالعكس والله كانت زي العسل. اهم حاجه بس تبقى تخلي بالك انت بايدك كده، خلي بالك يعني ايه تتكسر منك، لا خلي بالك اهي. بصوا انا هنا ايه
انا هنا خلاص شلتها. بصوا بقى الكيكه سخنه ازاي عشان انا ما صبرتش عليها. عادي مش مشكله، بس ما تقطعتش ما تفرولتش ما جرالهاش اي حاجه. خلي ايدك في الحاجه اول، يعني خلي بالك من الحاجه اول باول كده وهي تبقى كويسه معاك. حطوا لي بقى اللايك الجميل بتاعكم. بس المفروض بقى بصي بقى صلى على النبي، انت عايزه تسقي الكيكه دي شوكولاته من جوه اسقيها. لو هي صوص الشوكولاته خفيف معاكي، مش عايزه تسقيها، حطي شوكولاته مبشوره من اللي قدامك دي. شفتي الشوكولاته المبشوره اللي احنا بقى عمالين نضحك انا وبنتي ومش عارفه ايه وعماله تبشرها؟ حطي منها. مش عايزه تحطي برضو اعملي زي كده وحطي كريم شانتي، بس استكفي بالكريم شانتي. بصوا انا هعمل لكم تورتايه جامده ان شاء الله باذنك انت يا رب. هعمل لكم تورتايه حلوه قوي 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 هتعجبكم. إيه، هنعملها بقى ايه 4 5 ادوار كده، يعني هنعملها ما شاء الله تورتايه عاليه. انتظروني انتظروني وقولوا لي تسلم ايدك يا ام هنا. هي حاجة قليلة يعني برضو مش الواو قوي، بس اللي هو ايه عملنا كل برضو حاجة في بيتنا وما اشتريناش حاجة من بره، زي احنا متفقين احنا شاطرين وجادعين ونقدر نعمل كل حاجة من بيتنا لأولادنا ونوفر وكل حاجة. يعني تخيلوا بقى كده التورتية دي لو هنشتريها من بره هنشتريها بكام بقى؟ مش أقل من 150 جنيه مثلا. فهي الحكاية كلها ما كلفتناش يعني 150 جنيه بصراحة. يعني أنا كنت جايبة كيس الكريم شانتي ده ب17 جنيه، وكنت جايبة الشوكولاتة اللي قدامكم دي كان ب35 جنيه. بس ده اصلا فاض منها كتير كتير، ده انا شلت في التلاجة صوص شوكولاتة وشلت منها كتير. بص انا قلت بصراحة لا مش هستخسر، اهم حاجة الكيكة مش هستخسر في التورتايه دي، احنا اللي هناكلها لازم احط الكريم شانتيه كله. انا كنت بقى ايه هزينها بقى من فوق ومن الجناب، لا 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 هي حلوة اوي في النص. بصوا خلاص حطيت التورتايه. بصوا كانت جميلة ازاي. بس هقول لكم بقى حاجة يعني نصيحة برضو مني، سيبوا التورتايه ترتاح شوية، سيبوها عشان ما تبقاش سخنة وتحطوا عليها كريم شانتيه يسيح عليها. لا سيبوا التورتايه ترتاح شوية، سيبوها الافضل والاحسن. يعني بصي بقى صوص الشوكولاته عندي عامل ازاي، مش تقيل ومش خفيف، بس كان طعمه تحفه، كان طعمه رائع. خلاص انا هنا هقفل التورتايه بصوص الشوكولاته. بصوا بقى احنا هنعمل ايه، احنا هنقفل التورتايه ونحطها في التلاجة. نحطها في التلاجة نحطها في التلاجة ليه بقى؟ عشان الكريم شانتين يمسك، عشان التورتايه تبقى ساقعه كده معانا لو انتوا عايزين تاكلوا تورته ساقعه، فاهمين؟ الاحسن يعني والافضل. خلاص انا هنا بقى هقفل بصوص الشوكولاته. بصوا بقى صوص الشوكولاته اصلا فاض عندي، عملت فيه ايه، حطيته في برطمان بسم الله الرحمن الرحيم، برطمان بلاستيك وحطيته في الفريزر ما جرالوش اي حاجه. بعد كده هطلعه هعمل بيه برضو ايه تورتايه، هعمل بيه اي حلويات لولادي كده. وهتشوفوا برضو التورته الايه، هتشوفوا الشوكولاته اللي هي المبشوره دي. احنا بصراحه في الحر المطبخ بتاعي حر جدا يعني سخن، اللي هو ايه بصوا الشوكولاته ما لحقتش، احنا مطلعينها من الفريزر عشان نبشرها، ما لحقتش وساحت في الطبق. اللي هيفيد من الطبق ده انا هحطه في قلب الجزرونه وهسيحه شويه على النار، واقوم ايه حاطه في قلب البرطمان وفي الفريزر على طول، على طول من غير كلام. بصوا الشوكولاته عشان ابين لكم ان الجو حر، الشوكولاته عامله ازاي جمدت في بعضيها، يعني ليه سايحت على بعضيها كده بس. وخلصت على كده معانا التورتايه، ومقاديرها مش كتير وهي مش مكلفة وقولي لي تسلم ايدك يا ام هنا. وكل حاجة برضو من ايه، من بيتنا. قولي بقى تسلم ايدك يا ام هنا، التورتيه زي العسل. اتمنى تعملوا اشتراك في القناة. مع السلامة يا حبايبي.